السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عملت لكم النهارده صينيه فراخ للمستعجلين. صينيه فراخ كده تعمليها يعني في 10 دقايق، اقل من 10 دقايق. والله العظيم طعمها تحفه، والصوص بتاعها يجنن، حلو قوي. بس حبايبي قبل ما نبدا كده عايزه اقول لكم الاول نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا جماعه يا ريت المشاهدات تبقى بما يرضي الله. وكمان ما ننساش اللايك، يعني اللايك مش مرهق يا جماعه والله. اللايك حاجه بسيطه قوي. ويا ريت برضو لو حد كده يرفعها لي على على المنتدى ينوبوا ثواب. اللهم صل على سيدنا محمد. معايا نص فرخه، لقيت في التلاجة عندي نص فرخه كبيره كده حلوه، قطعتها على 3 اجزاء والحوايج بتاعتها وكده. وجبت زي ما انتم شايفين كده 3 بصلات صغيرين مش كبار قوي، وفلفلتين وقطعتين وطماطمتين. وده بصلتين برضو مبشورين ناعم شويه. هعمل لكم صينية سريعة جميلة جميلة. بس نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وننزل بسرعة كده نحط اللايك. اللي بيشوفنا لأول مرة يا جماعة، أنا اسمي أمنة ودي قناتي، ولو يعني أخدتوا جولة فيها كده إن شاء الله هتلاقوا حاجات تعجبكم بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. دي بصلاية كبيرة أو بصلتين صغيرين، حطيت عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود. اللهم صل على سيدنا محمد. واحط كمان واحدة ماجي وخلاص على كده. دي كل التوابل اللي انا هحطها. والله ما عندكمش فكرة، الصينية دي سهلة وبسيطة وطعمها جميل جميل، والصوص بتاعها يجنن. يعني لو عملتوا جنبيها شوية رز كده خلاص هتبقى تحفة. تاخدي من الصوص بتاعها كده على الرز والفراخ، فراخ طعمها روعة روعة روعة، مفيش بعد كده، وبسيطة وسهلة. زي ما انتوا شايفين كده دعكت البصل في البهارات اللي انا حطاها ديت، اللي هو الملح والفلفل والماجي. ادعكها كويس كده لحد ما تطلع ميتها. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين تديها كويس قوي قوي قوي، تدي طعم حلو قوي للفراخ. شايفين الميه اللي نازله منها اهي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جبت الصينيه ديت بقى، طبعا ولا مدهونه ولا حاجه. وجبت بقى شويه الحاجات اللي انا كنت حطاها ديت، شويه الخضار اللي انا كنت حطاهم على جنب دول. وانت تقدري تحطي كمان خضار اللي يعجبك معاها، مش هتقول لا يعني. يعني لو عندك جزر، لو عندك اي حاجه، لو عايزه تحطي مثلا ما عندكيش اكل عايزه تحطي بطاطسايه معاها فتبقى وجبه يعني تمام. معلش انا تعبانه قوي، عندي احتقان كده وبتكلم بالعافيه، مش قادره اتكلم. قرن الفلفل ده طبعا اختياري، بس هو يعني ايه، بصراحة مخلي الصوص بتاعها يجنن. يعني فيه بقى شطشطة شوية كده وجميل. وقرن الفلفل ده عايز تحطي قرن، عايزة تحطي قرنين آه براحتك. قطعت بقى البصل وقطعت الفلفل وقطعت عليهم القوطة زي ما انتوا شايفين كده. بس كده هنزل بقى عليهم بالفراخ، حاجة يعني انتي واقفة كده ما تاخدش منك 5 دقايق. في منتهى البساطة بس طعمها روعة. مش في منتهى البساطة تبقى، وكمان أنا يعني سويتها كلها على البوتاجاز. عايزة انت بعد كده تحطيها في الفرن تاخد لون حطيها. أنا بصراحة زي ما وريتها لكم كده في أول الفيديو، احنا كلناها على كده تحفة تحفة، مستوية جدا وطعمها جميل جدا. البصل بقى اللي أنا كنت دعكاه دوت، بتبل بقى بالفراخ حلو، أو مش محتاجة انك تخليها وقت ولا حاجة. يعني أنا تبلتها كده وولعت عليها على طول. بس بتتبليها كويس، بما اننا طبعا كلنا يعني ما بناكلش الجلد بتاع الفراخ، فانت لازم تتبلي الفراخ نفسها. حطي ايديكي كده تحت الجلد بتاعها وتتبلي الفراخ كده عشان يبقى طعمها جميل. بس هي الفراخ بالبصل لا يعلى عليها بجد. مهما تعملي الفراخ بالبصل حاجة تانية، طعمها بجد حلو حلو قوي، والصوص بتاعها يجنن. تبلتها بقى زي ما انتوا شايفين كده، ولا هركنها حاجة ولا نص ساعة ولا ساعة ولا اي حاجة من دي. بس طبعا الخضار اللي تحت مش متبل. هعمل ايه كده؟ انا فضيت كل البصل اللي انا كنت دعكاه بالتوابل في نفس الطبق. حطيت كوبايه ميه، حط عليها بس شويه ملح صغيرين، ان انا طبعا حاطه ملح كويس في البصل الاولاني، البصل اللي كنت دعكاه. وهحط كمان
فلفل، شوية فلفل وبس. نقلبهم بقى وننزل بيهم عشان الخضار اللي من تحت دوت يعني ايه يتحيق ويبقى طعمه كويس. في ابسط من كده بقى، ايه رأيكم؟ والله العظيم طعمها تحفة تحفة تحفة. انا يعني اكتر حاجة عندنا بيحبوها هي الفراخ ام بصل دي، بعملها على طول يعني. بس هقلب الصينية كده علشان الحياء بتاعها الخضار اللي تحت ياخد الحياء، وهغطيها وارفعها على البوتاجاز وبس كده. سبتها بقى مفيش ربع ساعة استوت واتهرت، بقت بالشكل الجميل ده والصوص اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش ابسط من كده. لو مستعجلة تجيبي الفراخ وعلى طول تنضفيها وتغسليها وتصفيها وتعملي اللي انا عملته ده، تطلع لك احلى صينية. ولادك هيقولوا لك اعمليها كل يوم. ايه رأيكم؟ شايفين ما هتطلعش اي مادة دهنية، ده اللي نازل منها، اللي نازل من الفراخ نفسها. يلا ان شاء الله تعجبكم. تصبحوا على خير.